سلام، مساء الخير عليكم. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم جبت لكم فيديو جديد ووصفه جديده. يعني بما انه انا هاد الوصفه اول مره نخدمها واول مره في حياتي نجربها ونجحت لي، يعني بهاد الوصفه ما منتي اللي جامي يصلح لك ويصلح لك ثاني. وعلى بالكم اللي موالفين يشوفوا لي ستوري تاعي على بالهم بلي عندي بروبليم مع المكرونات. فينا درت هاد الوصفه ونجحت لي من اول تجربه، راكم تشوفوا انا وتفاجأت في النتيجه، يعني مش ما نكذبش عليكم. وبعد ما تفرجت الفيديو تاع اليوتيوب كامل والفيديو تاع الورشات كامل تاع المكرونات، اكتشفت باللي اهم حاجه هي السميد اللي استعملته هو سميد تاع عمور تاع نصف خشن، درت 3 كيلات تاع السميد و ملعقه تاع فانيليا، ملعقه تاع سكر عادي، 3 ملاعق تاع فارينه، و كيلة تاع خليط بين السمن وزبده وملح ومزهر باش نلمو. انا استعملت هذا تاع اوليفر. في اناء راح نحطو عندنا 3 كيلات تاع السميد هذاك عمور نصف الخشن، نحطو كامل المكونات اللي كنت قلت لكم عليهم، نخلطو مليح ونكملو نحطو هذاك الخليط بين الزبده والسمن. هنا تاني حاجه بعد نوعيه السميد راح نجيو للتبساس. هنا نبسو كيما راكم تشوفوا بالطريقه هذه، ونحكمو كيما راكم تشوفوا كيما نقولوا نحبك هكذا بين يدي. هذه المرحله نقعد ندير فيها حوالي 5 دقائق باش نبسو السميد تاعنا مليح، ما ننساوش بلي خشين، يعني لازم نبسوه مليح. ثالث حاجه ومن اهم حاجه تاني بعد السميد والتبساس هي المرحله تاع التشماخ تاع المكرونات تاعنا. راح نستعمل هنا هذا المصا تاع اوليفر، بزاف ريحه تاعو شابه. راح نديرو 2 بياض البيض، راح نشمخوه بالطريقه هذه ونخليوه يرتاح 5 دقائق الى 10 دقائق. نزيد نعاود نزيد نشمخوه الخطره الثانيه، الخطره الثالثه باش نلموه، فهمتوني؟ يعني نشمخوه على 3 مرات ونخليوه يرتاح. هنا في المره الثالثه بديت نلم فيه كما راكم تشوفوا، حتى انا قلت ما راحش يتلم لي، فينا تلم لي عادي، يعني حتى تلم لي ورجع لي كما راكم تشوفوا. ما يكونش جاري بزاف باسكو يتبدل لكم الشكل تاعو. بعدها نجيب هذا الطابع اللي كل ما نجي نخدم به يدير لي دي بروبليم، ما نعرفش نخدم به. المهم وزنت العجينه تاعي حوالي 40 غرام، والحشو اللي وزنته حوالي 13 غرام، اللي هو انا استعملت هنا الغرس اللي كنت نحيت له كامل، نقيته وعجنته غير بالزبده، وهذا ما كان يعني ما زدت له والو. بصح نتوما اللي تخدموا للناس تقدروا تزيدوا له مكسرات يجي بزاف بنين. انا هذا خدمته غير للدار يعني برك. هنا المره الاولى دائما كل ما نجبد هذا المول، المره الاولى ما نعرفش نخدم به، ومن بعد الحبه الثانيه نعرف نخدم به عادي. شوفوا كيفاش جاتني معوجه. نعاود لكم الوزن تاع العجينه 40 غرام والحشو 13 غرام. انا هنا استعملت الغرس، تقدروا نتوما تستعملوا مكسرات ولا كيما تحبوا، يعني قضيه اذواق. انا ما نحبش الغرس، يعني خدمته هذا غير اللي هم للدار، بصح كان نخدموا الناس نخدموا بالمكسرات، سواء كاوكاو يجي بزاف بنين بالكاوكاو ولا جوز ولوز. بعدها نحطوه يطيب على 180 درجه من تحت حتى يحمر، ونزيد نعاود نردو من فوق حتى كيف يزيد عاود يحمر مليح. نعسلو هو سخون في عسيله تكون بارده. بعد ما نعسلهم نحطهم في العسيله كما قلت لكم حوالي نص ساعه، نجبدهم نخليهم يقطروا، نجي نحط لهم المكسرات اللي كنت حطيتهم في الجلوكوز والعسل، حطيتهم فوق النار حتى تجانسوا ولصقتهم كما راكم تشوفوا، وحطيت شوش الورد، وهكذا تحصلنا على مكرونه الكوشه تاعنا بزاف بنين. اعتمدوه يعني على بالي كنت جربوه راح ينجح لكم كما نجح لي انا من اول مره. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.